بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناتي الأعزاء، النهارده هنكمل الجزء الثاني، الدرس الأول في الصف الأول الثانوي. تعالوا نشوف مع بعض احنا كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه، ونشوف المرة دي هنتكلم عن ايه. المرة اللي فاتت خدنا فكرة عن البرنامج كله، قلنا الخطوات اللازمة للمشروع، قلنا مميزات الوسائط المتعددة، كان فاضل لنا عناصر الوسائط المتعددة وتحديد مراحل حل المشكلة. تعالوا نتكلم عن عناصر الوسائط المتعددة الأول. عناصر الوسائط المتعددة لو أنا قريتها: بيانات ومعلومات، أجهزة، برمجيات. بيانات ومعلومات، هرجع كده بذاكرتي الجزء اللي احنا كنا قايلينه من الحصة اللي فاتت، إن أنا عندي أنواع البيانات. كنت قايلة بيانات نصية ورسومية وصور ثابتة ومتحركة وصوتيات وأصوات، وقلنا اللي هي السلام الجمهوري وخلافه. يبقى لما ارجع اقول عناصر الوسائط المتعدده من بينها البيانات والمعلومات، اللي هي النصوص والصور والاصوات ولقطات الفيديو، يبقى انا كده ماشيه صح، لان انا قلت من البدايه ان المشروع بتاعي ده ينتمي للوسائط المتعدده. يبقى انا قلت في الاول كلام صح. طيب، هجمع الحاجات دي ازاي عندي على الجهاز؟ هجمعها عن طريق الاجهزه اللي هي الهاردوير. في اجهزه، في مسح ضوئي اللي هو السكانر، في الكاميرات الرقميه. طب السكانر ده هيعمل لي ايه؟ انا حصلت على مجموعه من الصور مثلا الخرائط والاعلام في ورق، وانا ما عنديش، مش لاقيه الحاجات على الجهاز، او مش لاقيها على النت بالجوده اللي انا شفتها في الورق، او جايبه السكانر ومسح، عامله مسح اليوم ومطلعه على الجهاز بتاعي. الكاميرات الرقميه، انا مثلا ممكن اكون طالعه رحله سياحيه وانا بعمل المشروع ده، اروح مصوره بقى بعض اللقطات السياحيه لمصر، او مثلا البلد اللي انا فيها، وابتدي اجمعها في لقطات فيديو، او اصورها فيديو من الاساس واعرضها معايا. طيب، تعالوا بقى نشوف الاصوات دي انا هعملها ازاي. العنصر الثالث عندي حاجه اسمها البرمجيات، اللي هي السوفت وير. البرمجيات بقى اللي هتسمح لي ان انا اكمل بقيه الشغل بتاعي. زي ايه البرمجيات دي؟ عندي 3 انواع من البرامج بتساعدني في الموضوع ده. 2 خاصين بالفيديوهات والصور، اللي هو ويندوز ميديا بلاير والموفي ميكر، وعندي واحد اسمه ساوند ريكورد، ده بقى بسجل بيه اللي هو اصوات. يعني انا مثلا انا عملت فيديو للمعالم السياحيه، بس فيديو اصم كده ما فيهوش صوت، اروح انا مدخلاه على الجهاز، او افتح ساوند ريكورد، ابتدي اسجل الصوت بتاعي عن المعالم السياحية، وادخل على البرنامج التجميع الفيديوهات او الموفي ميكر او الويندوز ميديا بلاير، واركب الصوت على الفيديو. يبقى انا كده عملت فيديو صوت وصورة. خلاص. يبقى انا من ضمن العناصر والوسائط المتعددة، انا اكتشفت ان انا عندي حاجات انا اساسا لسه قايلها قبل كده، حاجات داخله في المشروع. يبقى انا كده ماشيه صح. تعالوا نشوف بقى الحاجه الاخيره اللي هي دي، مراحل حل المشكله. تعالوا بقى نتكلم عن تحديد مراحل حل المشكله دي. الحته دي مهمه جدا. اي مبرمج لما بيجيله مشروع يعمله، قبل ما يقعد يفتح الجهاز البرنامج ويشتغل، لازم يمشي على ال7 خطوات دول بالترتيب. الامتحان بيجي فيه الخطوات دي بالترتيب، صح وغلط. تحديد المشكله قبل تحديد المخرجات، صح وغلط. تحديد المدخلات قبل تحديد المخرجات، يبقى دي صح ودي غلط خطأ. خلاص. يبقى انا بمشي كمبرمج على ال7 مراحل دول، واحده تلو الاخرى. اول واحده اللي هي تحديد المشكله بتاعتي. ايه كلمه المشكله اللي هو عمال يقول لي المشكله؟ ايه المشكله اللي عندي؟ المشكله اللي عندي اللي هي اسم المشروع بتاعي، مشروع الاطلس العربي الالكتروني. هي دي مشكلتي، ان انا عايزه اعمل برنامج اسمه مشروع الاطلس العربي الالكتروني. خلاص. بحدد مشكلته ازاي؟ بقعد كده افكر ما بيني وبين نفسي، هو عايز ايه ده؟ عايز مجموعه خرائط وصور وفيديوهات. يبقى انا كده حددت مشكلتي. طيب، اجي في بعد كده يقول لي ايه؟ تحديد المخرجات. اللي هي ايه تحديد المخرجات دي؟ الانفورميشن اللي يوصل لها لليوزر. ان انا اقعد كده افكر، اقول هو اليوزر عايز يفتح البرنامج، يدوس على زرار يطلع له القارات، يدوس على زرار تاني يطلع له البلاد تبع القارات، يختار البلد، يظهر له العلم، يظهر له فيديو، يظهر له معرفش عدد السكان، يظهر له تبع كل حاجه تبع البلد دي. اتخيل كده في مخيلتي ايه شكل الانترفيس اللي اليوزر عايز يحصل عليها. خلاص. وعن طريقها
هقدر اوصل للخطوه الثالثه، انا اروح فين واجيب البيانات اللي هي المدخلات بقى اللي انا هخرجها بعد كده. خلاص، يبقى عندي تحديد المدخلات بتيجي بعد تحديد المنتجات، لان انا بعد ما اتخيل شكل المشروع هروح بقى اجمع الحاجات اللي هتخليني اوصل للشكل ده، زي ما عمالين نقول كده، البيانات بقى والصور والفيديوهات والويلي. طيب اجي رقم 4، وضع خطة الحل الخوارزمي. يعني ايه خطة الحل الخوارزمي؟ في بعض البنات اول لما يشوفوا كلمة وضع خطة الحل الخوارزمية، انا مش عارفة انتوا السنة اللي فاتت وصلتوا لها ولا لا، ولا وصلتوا لحد فين في الشرح. لكن وضع خطة الحل الخوارزمية دي احنا مش هنتوسع فيها زي ما كانت عندكم في ثالثة اعدادي. انتوا كانت عندكم في ثالثة اعدادي بتاخدوا عليها امثلة وتحلوها لا، احنا كل اللي هنعرفه ناخد فكرة بس عن خطة الحل الخوارزمية، ودي سلسلة من الخطوات بيحطها المبرمج لنفسه علشان يقدر يوصل للنتيجة بأسرع وقت وبطريقة ناجحة. مش عايزاكي تعرفي عنها حاجة أكتر من كده. بعد ما المبرمج عمل الأربع خطوات دول، خلاص وضع خطة الحل الخوارزمية وصلته للبرنامج اللي هو هيستخدمه. خلاص قدر في الخطوة دي حدد نوع البرنامج اللي هيستخدمه. يعني إيه نوع البرنامج اللي هيستخدمه مثلا؟ أنا عندي برامج البرمجة كتير، في جافا، في جافا في كتير. هل كل حاجة تنفع كل حاجة؟ لا، انا عايزه برنامج فيه مرونه في الانترفيس. والله انا دورت وبحثت لقيت ان الفيجوال بيزك دوت نت فيه مرونه في الانترفيس، اقدر اعمل انترفيس مريحه للعين يقدر يستخدمها المبرمج. والاكواد بتاعته بسيطه مثلا وما فيهاش تعقد حاجات معقده. خلاص، اجي بقى ساعتها بعد ما اوصل للمرحله دي اروح قاعد بقى على الجهاز بتاعي ومجمع الورق جنبي. خلاص انا حطيت كل حاجه على الجهاز، صور وفيديوهات كله، وامسك خط الحل الخوارزميه واشوف المفروض ان انا اقعد اول خطوه ايه، وابتدي اكتب البرنامج بتاعي على الكمبيوتر. كتبت البرنامج على الكمبيوتر وخلصت وزي الفل، اقوم واخده وجاري على الشركه اللي طلبته مني او الراجل اللي طلبه مني او الجهه اللي طلبته مني واقول له خد البرنامج اهو. لا، انا لما بحل انا بيكون عندي امتحان ودخلت الامتحان وبحل في الورقه، بحل في اي حاجه او على الكتاب مثلا، ان شاء الله باذن الله لما تاخدوا الكتاب وتشوفوا طريقه الحل عليه، بعد ما بتخلصي الحل بترجعي تراجعي على اسئلتك كلها قبل ما تسلمي ورقه الامتحان. تخيلي انت عامله مشروع خد منك مجهود، المشروع ده بياخد شهور، مش بيتعمل في يوم وليله، ومجهود في كل حاجه، مجهود عقلي وذهني وجسمي وكل حاجه. فمش معقوله ان انا يبقى في اخطاء وانا بروح اسلمها لصاحب المشروع يكتشف ان في اخطاء بعد ما امشي. لا، لازم بعد ما اكتب المشروع بتاعي اروح داخل على اختبار وتصحيح اخطاء البرنامج. اختار اي بلد، اي قاره، اختار منها اي بلد واشوف البلد دي مجرد ما تبص عليها هل فعلا بيظهر لي كل حاجه خاصه بالبلد دي زي ما انا عامله في الكتاب جنبي او عامله في المذكرات بتاعتي. اختبر بقى عشان لو في خطا اصلحه قبل ما انا اروح اسلم، لان انا باخد طبعا فلوس كتيره على الموضوع ده. خلاص، طيب اهم نقطه بقى بالنسبه لي انا كمبرمج، انا توثيق البرنامج او المشروع. تعالوا نشوف توثيق البرنامج او المشروع ده لوحده في مجموعه من النقاط مهمه جدا. يعني ايه كلمه توثيق البرنامج بصفه عامه؟ بصوا معايا دلوقتي، لما يكون في دكتور مثلا اخترع مثلا زي مثلا دكتور احمد زويل لما اخترع الفيمتو ثانيه، او مثلا واحد زي مثلا صاحب برنامج الفيس مارك ده. البرنامج ده قوي، المشروع ده قوي، الاختراع ده قوي، ففي ناس بتسرق المشاريع وتكتبها باسمها. انا بقى عايز احافظ على شغلي، المجهود اللي انا عملته الشهور دي انا عايز احافظ عليه. احافظ عليه ازاي؟ ان انا اوثق المشروع بتاعي او البرنامج بتاعي. تعالوا نشوف هنوثقه ازاي. اول حاجه طبعا هو بيتوثق في احدى الجهات الحكوميه يعني. اول حاجه بقعد كده مع نفسي واكتب الهدف من البرنامج، ورقه كده، الهدف من البرنامج، اسم المشروع، اسمي انا كمبرمج، تاريخ انشاء المشروع بتاعي، عملته سنه كام، ورقم اصدار البرنامج. ليه بكتب تاريخ الانشاء؟
عشان لو في حد عامل حاجه زيي قبلي، الجهه الحكوميه تقول لي لا، المشروع بتاعك ده انت عملته السنه دي، بس كان في واحد عامله السنه اللي فاتت، ما ينفعش تسجل باسمي. او انا اسجله السنه دي، يجي واحد ياخد الفكره ويسرق حبه اكواد، زي ما يقدر يوصل يعمل هاك على البرنامج ويسرق حبه اكواد ويروح يقول لهم انا ده في البرنامج، او يقولوا لا ده فلان سجله السنه اللي فاتت. خلاص. رقم اصدار البرنامج بقى، يعني ايه رقم اصدار البرنامج؟ آه انا هكلمكم بالحاجه اللي تعرفوها اكتر، اللي هي الالعاب. انتوا عارفين الالعاب دي بيبقى ليها ايه؟ اصدارات. الاصدار الاول من لعبه معرفش مين، وبعدين الاصدار الثاني، كل مره اللي عامل اللعبه بيزود عليها حاجات، فاللي بيزود ده بيسموه اصدار جديد. خلاص. ده طبعا لازم اكتب رقم اصدار البرنامج بتاعي، عشان لو انا عمال اعدل فيه كل سنه ولا حاجه. انا خلاص عملت الخطوات دي، كتبت اسمي وكتبت اسم البرنامج والهدف منه وتاريخ انشائه ورقم اصداره. هودي البرنامج ده ازاي للجهه اللي هتسجله لي او هتوثقه لي؟ هختار وحده تخزين مناسبه لحجم البرنامج، واوديها واحمله عليها واوديه للجهه دي. وانا رايحه بوديها له. توثيق البرنامج ده مش هيبقى بالوحده التخزين دي بس، هم عايزين برضو يبقى حاجه ورق رسمي كده فيه صور البرنامج بتاعك وصفحات البرنامج. اطبع بقى المشروع بتاعي على ورق واعمل له مجلد واحطه في مكان امن، بحيث ان انا برضو ابقى محافظه على مجهودي الشخصي. طيب. كمان من ضمن التوثيق حاجه مهمه جدا، اللي هي اضافه المساعد او الهيلب. احنا عمرنا ما قعدنا على جهاز الكمبيوتر دخلنا على صفحه او لعبه او مشروع او برنامج، اي حاجه مهما كانت لازم اعمل فيها مساعد حلو بلاقيه في الاعدادات. لازمته ايه؟ انت بالنسبه لك مهم كنت هتحتاجيه لما بتخشي على لعبه جديده، بتعرفي زراير الكيبورد بتاعتك ايه اللي بيحرك المدافع او المهاجم، او مثلا ايه اللي بيحرك الشايل، ايه اللي بيضرب السلاح، ايه اللي بيضرب معرفش بايه. بتقري الهيلب ده وتعرفي اللعبه دي بتشتغل ازاي. طيب. اخر حاجه بقى، وبرده نقطه مهمه جدا، لازم اعمل نسخه تنفيذيه بامتداد EXE. وكلمة الامتدادات دي هنعرفها بعدين، لأن احنا هناخد صور وامتداداتها وأصوات وفيديوهات. الامتداد ده بيبقى نوع الشغل بتاعي. لازم أعمله بامتداد EXE نسخة منه، علشان يقدر يتنفذ أو يقدر يشتغل على نظام التشغيل مباشرة بدون مثلا ما انقله من مكان لمكان او اوديه مثلا لليوزر او كده، بدون ما مثلا ايه يحتاج وسيط ان هو يشغل البرنامج بتاعي. خلاص. احنا كده يبقى خلصنا مراحل حل المشكلات وخلصنا الجزء الثاني من الدرس بتاعنا، وان شاء الله باذن الله هنلتقي في شرح اخر. واتمنى لكم سنه سعيده وموفقه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.